السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي يا حلوين؟ عاملين ايه؟ اتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير دايما يا رب. قبل ما نبدأ كده ان شاء الله عايزين نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة وازكى السلام. النهاردة ان شاء الله هنعمل روتين جامد جدا مع بعض، روتين في الركنة بس روتين عميق وروتين على حق. بصوا بقى النهاردة انا هفك الركنة، وشايفين ده العبق بتاع الركنة. بصوا بقى ازاي انا تقريبا ما غسلتوش من يوم ما جبت الركنة. بغسل على طول وشاش الشلت بس ما بغسلش العبق. بصوا بقى هقص الجرزة من هنا والجرزة من هنا وهشد الفتلة من النص، هتبقى اتفكت معايا كلها عشان هو متخيط سراجة. واما اجي اطلع الشلتة هفتح السوستة واضغط عليها كده عشان اعرف اطلع منها القماش. وبرده نفس النظام من الناحية التانية، بس العبق بقى عشان بيبقى واسع مجرد ان انت تفكيه بيتخلع معاكي بكل سهولة. انا ما كنتش بغسله، ما كنتش ناوي اغسله، بس بصراحة لقيته بقع قوي، فقلت بالمرة بقى ايه انقعه في شوية كلور كده وانا بغسل الفرش الركنة. وبعد ما خلعت الفرش كله بقى نفضت الركنه وقلت ارجع بقى الشيلات عشان ما تعملش كركبه واعرف اروق حوالين منها، ارجعها تاني ايه على الركنه. هرجع بقى الشيلات كلها وانا بعتذر لكم عن غيابي الفتره اللي فاتت، بس والله كان غصب عني وهتعرفوا سبب غيابي دلوقتي واحنا شغالين مع بعض في الفيديو. هبتدي بقى ادخل المطبخ الاول. يعني انا هحضر يعني قولي غدا، لان انا لما خلصت كانت الساعه 1 واتغدينا يعني فطرنا واتغدينا من نفس الاكل، فاحنا عاملينه ايه. قلت بالمره اعمل الغدا ويبقى غدا وفطار مع بعض. جبت بتنجانيه قشرتها وقطعتها حلقات ورشيت عليها رشه ملح عشان تنزل ميتها. وهجيب بطاطس برضو قشرتها وغسلتها كويس وهعملها صوابع زي ما انتوا شايفين كده. وبرضو هجيب كام قرن فلفل، 3 قرون فلفل ولا حاجه، انضفهم واغسلهم كويس واقطعهم برضو كده. طبعا فلفل وبطاطس وبتنجان، النتيجة ايه؟ مسقعة. حطيت زيت على النار وحطيت فيه البطاطس تتحمر وانا شغالة جنبي عشان انجز في الوقت. كده بطاطس على النار، وهنا عندي البرطمان دوت كنت يعني الفلفل الاسمر كان خلص. اما حاجه عندي بتخلص بسيب البرطمان يفضى خالص عشان اغسله واحطه نضيف مكان الدهون عشان قريب من البوتاجاز وكده يبقى معلهوش دهون. بغسل، ما بفضيش البراطين كلها واغسلها مره واحده، البرطمان اللي بيخلص بغسله كده بيبقوا نضاف اول باول. قشرت البطاطس دي هي والبيض كنت حطاهم يتسلقوا مع بعض قبل ما اعمل اي حاجه. حطيتهم على النار يتسلقوا على ما فكيت الشلت ونقعتهم. طبعا نقعت الشلت في ميه وربسه، فقلت بقى ايه احط دول يتسلقوا على ما اخلص. اتسلقوا وقشرتهم. وبعدين بقى جبت الطماطم ديت للمسقعه. خرطت الطماطم كده وحطيتها في الخلاط. وطبعا الطماطم اليومين دولت غاليه جدا، انا سمعت ان هي في مناطق وصلت ل20 جنيه، بس هي عندنا هنا ب10 جنيه وب12 جنيه. وطبعا لما بتبقى الطماطم مش جديده، مش رخيصه قصدي، بتبقى مش حلوه، بتبقى في قشرتها تخينه ومسوسه. بس ايه بقى بقعد انضف فيها كده لحد ما تبقى كويسه. طلعت بقى دول البطاطس اللي في الطاسه، واخدت معلقتين زيت من اللي في الطاسه وحطيتهم في الصينيه ديت وعليهم فصين توم عشان اعمل الصلصه بتاعت المسقعه. هيتحمر كده يا دوبك كده ايه يبقى لونه ذهبي، وانزل عليه بالطماطم واصفيها كويس من قشرها عشان زي ما قلت لكم الطماطم اليومين دولت قشرتها تخينه. وعموما يعني انا بحب اصفي الطماطم. خلاص كده صفينا الطماطم وبحمر البتنجان، يعني ايدي كده معايا على النار عشان ما يتحرقش مني، عين على ده وعين على دوت، وايدي شغاله عشان خاطر ايه انجز في الوقت. هنا بقى هعمل البطاطس المسلوقه. هجيب الطماطم واقشرها واقطعها كرات رفيعه زي ما انتوا شايفين كده. ومعايا 4 فصوص توم هبشرهم برضو بالمبشره الصغيره اللي انتوا شايفينها دي، او تدوقيهم اي حاجه يعني مش هتفرق. حطيت الطاسه تسخن على النار. على ما الطاسه تسخن فضيت الفول وخدت 3-4 معالق صلصه من بتوع المسقعه على ما اتسبكت، وحطيت عليه ملح وفلفل وكمون وقلبته وبقى معايا فول بالصلصه جميل جدا. هنا الزيت سخن اللي على النار وحطيت فيه فصين توم، وهنزل بالطماطم اللي معايا عليه لحد ما تستوي، وهقطع عليهم حته فلفل بالمره. كده الصلصه معايا اتسبكت وزودتها ميه كمان وهسيبها تاخد غلوتين على ما اهرس البطاطس المسلوقه. عشان ومعايا هنا برضو البيض المسلوق حطيته في طاسه الزيت يتحمر. يبقى كده معايا على النار البطاطس اللي انا هعملها المهروسه والبيض المدحرج والصلصه بتاعه المسقعه. حطيت طبعا على البطاطس ملح وفلفل وكمون وكزبره ناشفه، ونزلت بالبطاطس المهروسه وهقلبها كويس. وبعد كده هطفي عليها وتبقى كده البطاطس المسلوقه المهروسه خلصت.
والبيض برضو هقلبه معايا وهطلعه. هيبقى كده البطاطس والبيض خلصوا والفول خلص، وسبت شويه بطاطس محمره وبتنجان. وهنا خلاص بعد ما الصلصه غلت، بعد ما زودتها، بعد ما غلت غلوتين 3، جيت نازله فيها بالبتنجان والفلفل والبطاطس المتحمرين. وهقطع هنا طماطمايه وقرن فلفل عشان خاطر اعملهم على الجبنه القديمه. ويبقى كده ايه الفطار خلاص. عايزه اقول لكم بقى على ماما عليها شويه جبنه قديمه لازم تبعتلي منهم، ما ببطلش اكل فيهم. خلاص كده برضو انا بشقر على النار على طول عشان ما يتحرقش مني. تقريبا كده انا طفيت على المسقعه، اديتها تقريبا وطفيت عليها كده، يعتبر انا خلصت. على بقى ما جوزي يجي، السجاده دي انا كنت غسلاها على الناشف وسايباها تنشف. يعني ايه غسلاها على الناشف؟ يعني مش غسلاها بميه كتير وزرزقه، لا، بحوالي نص لتر ميه، حطيت عليه شويه مساحيق وبالفرشه كده وغسلتها. وهلم برضو الغسيل ده واطبقه وانا واقفه عشان ادخل بقى افطر. كان جوزي جه يا دوبك بقى نشر الهدمتين دول، هلاقيه بينادي جه عشان نفطر، وهنفطر وبعدين هنشوف هنعمل ايه مع بعض. بصي ايدك كده شغاله في كذا حاجه، لما يبقى عندك ضغط كده في الشغل شغلي ايدك في كذا حاجه، هتلاقي كل الشغل خلص مع بعضه. خلاص كده اهو الفطار هحطه بقى. معانا هنا مسقعه وجبنه قديمه على طماطم وجبنه تركي، ده قلنا زي ما قلت لكم ده فطار وغدا، وبيض مدحرج وبطاطس المهروسه والبطاطس المحمره والبتنجان واللانشون والفول بصلصه. والكشري دوت كان بايت عندي، كان عندي من امبارح. اما بيبات بحب احمر قعره كده، احطه في الطاسه واحمر قعره زي ما انتوا شايفين كده. هفطر بقى وهنقوم بعزمنا نكمل اللي ورانا. بصوا بقى اللي انا بقول لكم عليه اللي كان مأخرني عنكم وعن القناه الفتره اللي فاتت، الصغنن بتاعي ده معطلاني دايما على طول، ما بعملش شغلانه الا وانا شايلاها، فعشان كده ما كنتش بعرف اصور معاكم. فروتين زي دوت عشان اتحمس اشجعكم ونتشجع مع بعض، واللي عندها حاجه تقوم تخلصها معايا. شغلي التليفون وانتي شغاله هتتشجعي وتتحمسي وتقومي تخلصي. طبعا انا هجيب الركنه على بعضها كده عشان خاطر اكنس تحتيها، واي حاجه ضايعه منك هتلاقيها تحت الركنه. مع اني والله بجيب تحتيها على طول، يعني كل يومين كده، احنا ما بنقعدش في الركنه على قد كده، فكل يومين بكنس تحتيها واجيب اللي تحتيها، بس العيال مش بيخلوا حاجه في مكانها. هنا جبت بلاستيكه وحطيت فيها شويه ميه، حطيت نصها ميه كده ولا تلتها ميه، وحطيت كيس برسيل جل وفوطه نظيفه، وهمسح الركنه عندي قماشها بيتمسح لانه قماش جلد، مش جلد ومش قماش، بين البنين، اسمه قماش جلد، هو القماش بتاعها اسمه قماش جلد، بيتمسح كده وبينضف. وعشان سمره بتلم تراب. طبعا القطه الصغيره دي انا ما شفتهاش وانا شغاله، ما شفتها الا بعد كده، وانا بدبلج الفيديو شفتها معاكم كده. شلت طبعا البلاستيكه من على الركنه، حطيتها على السفره عشان خاطر ما تجيش عندها، ورحت امسح باب البلكونه، لقيتها جت ورايا كده. بمسح بقى باب البلكونه قبل ما امسح الارض كده. الفانلة اللي معايا دي نضيفه، دي كانت قديمه عندي، فبمسح بيها الارض. قبل ما امسح بيها الارض دي، اول مسحه بيها قلت ايه امسح اطوق البلكونه بالمره. طبعا حمزه كان في الدرس، اول ما جيت خد اختك بقى استلم وشيل عني شويه، بصراحه والله بيشيلها ساعات يعني ما تبقى الغزاله رايقه. طبعا انا مسحت الارض مرتين عشان انا كنت حاطه فيها ميه، فمسحتها مرتين وطوقتها مره كمان، يعني 3 مرات لحد ما لمعت معايا كده زي ما انتوا شايفين. هبتدي بقى ارجع الركنه مكانها، وبقماشه كده او بهدمه هنفض مكان ما العيال كانوا دايسين عليها برجليهم، وهرجعها مكانها، وهبتدي اشد الكراسي وامسح تحتيهم واكنس تحتيهم برضو. وعشان ما اضغطش عليكم في الفيديو يبقى طويل، انا مسحت وبعدين بقى بجيب الترابيزه دي وبمسحها برضو وبطوقها كويس وبركنها هنا كده، بخبي بيها الفيشه والسلوك دي بتاعت النت والدش، عشان خاطر الانسه جوري طبعا ما تروحش تتكهرب ولا تشد فيشه ولا سلك من اللي هناك. تمام كده، قولوا تمام. تمام. خلاص كده انا مسحت الارض كلها، وبرضو طوقت كراسي الانتريه كلها، سوري كراسي الركنه كلها، وبرضو شديت السفره ومسحت تحتها. وقبل ما امسح قبل ما امسح واسيق معاكم كده كنت طوقت برضو النيش، بس عشان ما يبقاش الفيديو طويل فكنت بختصر فيه على قد ما اقدر. شديت السفره ومسحت تحتيها وطوقتها كويس،
ومسحت برضو، بحب امسح الارض مره بميه ومره انشف الميه ومره اطوقها كده والمعها من غير ميه. المروحه عندي طبعا بقالها فتره مش شغاله وبقالها فتره ما اتمسحتش، فلما تراب الدنيا انا كان نفسي ان هي تتفك معايا خالص، بس بصراحه ما اتفكتش. وزي ما انتوا شايفين كده حبايبي الحلوين الصغيرين كانوا لافين عليها خيط، كانوا بيلعبوا بالخيط ولف عليها، فانا حاولت اشده ما تشدش فقصيته بقى كده، وهي كده كده يعني كانت شغاله بيه. كان نفسي والله اشيلها افكها واخدها تحت الميه، بس ما حصلش نصيب بقى. برضو فوطه مبلوله بميه برابسو او ميه بصابون، ومسحت المروحه كده كويس من التراب اللي عليها، وشها وظهرها والسلك بتاعها، وطوقتها كويس. والجزء بقى اللي بره حلاوته ان هو اتخلع معايا، فخدته تحت الحنفيه وغسلته غسله حلوه لحد ما بقى بربرق. طبعا الانسه جوري تسكت، لا عايزاني اشيلها وانا شغاله، فبضحك عليها كده، اشيلها شويه واسيبها شويه، بس والله ربنا يهديها. يلا الحمد لله. وربنا يرزق يا رب كل مشتاق بذريه الصالحه. بمسح بقى الارض هنا كويس، وبالمره ايه كده اخد العتبه معايا واجي ماسكه بقى ايه بالفوطه النظيفه اللي انا بمسح بيها دي، اجي ماسحه الباب مطوقاه من بره، وامسحه كويس من بره من التراب، واديله لمعه كده بيلمع الورنيش دوت، الباب من بره ورنيش فبيلمع قوي اول ما يتمسح. وبرده من جوه هديله مسحه مكان ايدين العيال لحد ما لمعه بقى زي الفل، والارض نشفت وجيت فرش السجاده. السجاده دي زي ما قلت لكم انا غسلاها على الناشف. ما تنسوش بقى لو وصلتوا لحد هنا تحطوا له لايك وتدعموني عشان خاطر تشجعوني واستمر معاكم وانزل لكم حاجات اول باول، واوريكم الام المسحوله بتشتغل ازاي، اللي معاها بيبي صغير. يلا ربنا يعينها عليه ويقوينا يا رب على تربيتهم. هنا بقى خلاص العبك غسلته ونشف، وعايزه اقول لكم ان انا نقعته في كلور شويه محترمين، بس في بقع طلعت وبقع حاجات بقى مقصله ما طلعتش، واحنا عندنا ما شاء الله عيالي اسمها عيله كبيها. ما بيبطلوش كب. هنا بقى معايا ابره وخيط، الابره المعوجه دي ابره منجد او ابره لقط على حسب ما بتسميها، وخيط ومقص. قطعت كده وهبتدي بقى ادخل الابره من هنا وعلى قصادها من الناحيه التانية، دي اسمها خياطه سحريه، علشان خاطر ما يبانش معايا ان انا مخيطه. هوريكي دلوقتي لما بصي لما بتشدي الفتله بتبقى ولا كانك خيطتي، كانك مخيطاها على المكنه. وهاجي في الاخر واجي لفه الخيط على الابره واجي شاده الابره كانها اتعقدت، وهكذا زي ما انتوا شايفين مفيش خيط باين فيها. وحتى لو الخيط باين لو مش هتعرفي تعملي كده خيطيها اي حاجه كده كده هي متداريه تحت القماش. بس انا بقى عشان مرات منجد فمعلمني الكلام دوت فشغال معايا. هبتدي بقى اضم الشلته كده وادخلها واظبطها كويس في القماش، وبرده هجيب الشلته الكبيره وهوريكم ادخلها ازاي الناس اللي ما بتعرفش تلبسها. انا دخلت حته جزء منها من تحت وبضغط عليها وادخل الجزء من فوق، وجاي جايه لفها من الجنب التاني وضغط عليها ومدخله الجزء، وهكذا يعني جزء من هنا وجزء من هنا لحد ما تدخل كلها عشان السوسته كمان ما تتقطعش معايا. وبالراحه كده هقفل السوسته وهتبقى كده ايه لبسنا الشلت ولبست الشلت كلها بنفس الطريقه. وعشان ما اطولش عليكم الفيديو انا لبست الشلت كلها زي ما انتم شايفين، ما نسيت بس واحده ورا اهي هعملها بالمره. هنا بقى كانت الانسه جوري قالت ايه تنام شويه. خلاص كده انا رصيت دولت وهلبس دولت بالمره وارصهم وهديها بقى كنسه. طبعا عايزه اقول لكم ان في عيال فكده كده لازم يبقى في كركبه. على ما خلصت كانوا حبايبي الحلوين كانوا بهدلوا الدنيا، فمش مشكله يلا زي بعض. هكنسها برضو واديها تطويقه تاني بالمساحه كده، وهادي الدنيا بقت زي الفل. ومش قادره اقول لكم على الراحه النفسيه اللي في اللحظه دي لما تلاقي الدنيا مفروشه وجميله. صحت ما بتلحقش تنام وتصحى، صحي بقى مقريفه وعايزاني اشيلها، قلت لها اصبري عليا بقى اما افرش السجاده بالمره. فرشت السجاده زي ما انتم شايفين، وقلت بقى ايه اما ارجع الترابيزه مكانها. ياه 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 يعني على اللحظه دي لحظه انتصار. خلصنا بقى كده وزي ما انتم شايفين، ونجيب بقى البخاخه ونرش شويه. والسجاده دي عاملاها على الناشف، وان شاء الله هعمل معاكم فيديو غسيل السجاده. وابهرتني بصراحه، النتيجه جميله جدا. وعايزه اخد رايكم برضو في حاجه هنا في كراسي السفره. بصوا انا حاطه 2 احمر و2 رصاصي في الوش و2 مقلم. عايزه ايه رايكم اخد مثلا ابدل اخلي واحد مقلم وواحد احمر
والاتنين رصاصي في الوش ولا كده هما حلوين؟ عايزاكم بقى تقولوا لي رايكم في الكومنتات، وانا ان شاء الله هاخد بيه واعمله ان شاء الله. بس انا محتاره، يعني هو جوزي بيقول لي كده كويس وانا عايزه اعمل بدل، يعني اخليهم عكس عكاس. خلاص خلصنا كده السفره والنتيجه مبهره والحمد لله. زي ما انتم شايفين كده انا خلصت وخلصت. هنا بقى عشان بس ما تقولوش ان الشلت في الاول كانت مقلم، دلوقتي بقت مشجر. بصوا انا عندي الشلت بتاعتي على الوشين، وش مقلم وش مشجر. وما لبستش الشلته دي عشان فيها سوسته عايزه تتخيط، مخليها بقى عشان اروح بقى اعملها على المكنه واخيطها. ولو وصلتوا لحد هنا متنسوش تدعموني بلايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.